كل اللي اشتغل في مجال التنمية سواء تنمية اجتماعية اقتصادية بالثقافة والفنون عارف انه ده مجال ليه جماله، بس في نفس الوقت ليه تحدياته. احنا هنا هنتكلم ببساطة بوضوح ومن شوية خبرة عملية من الواقع اللي بنعيش فيه عن التحديات اللي بنقابلها، عن دروس مستفادة، عن حاجات كتير. حلقاتنا مش مجرد نصايح، دي شوية فضفضة على حكايات من الواقع، على شوية خبرات، على شوية قرايات بنفكر فيها بصوت عالي مع بعض وبنفضفض. يمكن نوصل لحلول تفيدنا في مجالنا سواء شغالين فيه أو حتى ناويين ندخله. نيجي بقى لسؤالنا النهاردة، تنويع الدخل. يعني ايه تنويع الدخل؟ وايه علاقته اصلا بمؤسسات التنمية والثقافة والفنون؟ كلنا سمعنا المثل صاحب بالين كداب وصاحب 3 منافق. طب لو فكرنا فيها بالدخل، صاحب دخلين مستقر، طب صاحب 3 استريح. مش كلنا شغالين في شركات انترناشنال وبنقبض بالدولار وعندنا فيلا وعربية وطباخ اسمه سمير بيعمل لنا كينوا على الفطار؟ احنا بنخلص الشهر وبنقول يا رب استر. الزهري ده واحد صاحبي اشتغلنا مع بعض لسنتين. في السنتين دول الزهري عنده روتين يومي، بيصحى من الفجرية يشتغل في الارض لحد الظهرية كده، يطلع مشوارين 3 بالتوك توك، يسيب التوك توك يطلع على شغله اللي احنا شغالين فيه مع بعض، بيشتغل فيه امن من 3 ل 9، يخلص الساعة 9 يقابل قرايبه واصحابه واحبابه، يتعشى وينام، وهكذا اليوم التاني واليوم التالت وعلى طول. ناس كتيرة ممكن تشوف حياة الزهري مملة، ما فيهاش خروجات، ما فيهاش ستاربكس، ولا فيها عشق المشي حافي على شط دهب ونويبع. بس الزهري مستقر، استريح، مبسوط، وده نمط حياته من زمان. الزهري بقى مثال لشخص عنده مصادر دخل متنوعة، مع انه ما يعرفش يعني ايه تنويع مصادر الدخل، بس هو الراجل فاهم بالفطرة انه الحياة ما بتمشيش على سطر واحد، شوية فوق وشوية تحت. الزهري مش بيقرا تقارير البورصة العالمية، ولو في بورصة بيتابعها فهي بورصة الربيع. الزهري مثال لشخص عنده تنوع لمصادر الدخل بناء على احتياجاته واولوياته. ناس كتير في الصعيد بيعملوا كده، ناس كتير كمان ما بيعملوش كده، بس الزهري زي ما قلت بيتحرك بفطرة. هو عاوز يستقر، عنده أسرة وعيال، عاوز يأمنهم ويأمن مستقبل عياله ويأمن نفسه، لأنه زي ما قلت الحياة ما بتمشيش على سطر واحد. كلنا فاكرين كورونا واللي حصل في وقت كورونا، مفيش شغل، مفيش مرتبات، وكلنا قعدنا في بيوتنا. ايه بقى علاقة الزهري بمؤسسات التنمية والثقافة والفنون؟ خبراء كتير في مجال الصناعات الإبداعية والتنمية بيزنوا علينا من زمان وصوتهم اتنبح في انه يقولوا لنا تنويع مصادر الدخل، نوعوا مصادر دخلكم، ما تعتمدوش على مصدر دخل واحد. وللأسف لحد دلوقتي في مؤسسات بتقع في نفس الخطأ، بتعتمد بس على المنح. زي ما قلنا كورونا كانت أكبر مثال، بس ننسى كورونا. لو في لحظة العالم قرر يغير اتجاهه، الجهة المنحة قررت انه مش هجدد العقد، حصل تغيير في القوانين، حصل تغيير في القوانين بتاعت الدولة الأجنبية أو بتاعت مصر، هنعمل ايه؟ بعد ما كنا مستقرين عندنا خط مال لا ينتهي وعندنا عقد سنوي بيتجدد والدنيا حلوة وزي الفل، هوب كله واقف. تجربة شخصية، كنت في مرة شغال مع مؤسسة ألمانية كانوا زي القمر، بالدقيقة والثانية نفس اليوم من كل سنة بنعمل العقد، بنجدد سنة بمبلغ محدد. أنا عن نفسي اعتقدت إنه الناس دول معانا للمستقبل، مفيش حاجة هتتغير، كله زي الفل وزي السكر. في يوم جايلي الإيميل الموعود، شكرا المؤسسة اتجاهها اتغير، سياساتها اتغيرت، مش هنقدر نجدد المنحة. كينيدي سنتر اللي هو واحد من أكبر مؤسسات الثقافية في الكوكب ما عندوش مصدر دخل واحد، عنده أكتر من مصدر دخل، اشتراكات سنوية، تبرعات شهرية، أفراد، مؤسسات، عقود، منح، دعم، رعاية، تذاكر، حاجات كتيرة جدا. طب لو مش شايف نفسك كينيدي سنتر والحياة ضلمة والدنيا زي الزفت والوضع بص يخطي الدنيا بايظة، هنعمل ايه؟ عندنا اختيار من 2، يا نقول الدنيا بايظة وخلاص نركن ده، يا نشوف حل. والدعوة دلوقتي انه تعالوا نفكر مع بعض نشوف حل ازاي.
جزء من التفكير في الحل هو ان احنا نبص جوه ونبص بره. طب لو ركننا كينيدي سنتر على جنب، قلنا خلاص يا عم دي مؤسسه اجنبيه، دول فلوس، دول مع امريكان، دول معاهم، دول مسويين، دول على اسم رئيس، لا مش هنعمل كده. تمام زي الفل. في مصر في اكتر من تجربه محليه بيعملوا تنويع لمصادر الدخل. منهم في وسط البلد في القاهرة في استوديو عماد الدين. استوديو عماد الدين هو الوجهة الرئيسية الأساسية لأي حد عاوز يأجر قاعة في وسط البلد. اشمعنى؟ سعرهم رخيص. بس مش معنى انه السعر رخيص انه الجودة منيلة. ابدا، على العكس. استوديو عماد الدين قاعاته مقفلة، معزولة، فيها تكييف، فيها أجهزة كمان لو حبيت تستخدمها، سماعات واضاءه. هتقول لي بقى لا استوديو عماد الدين ودول اللي معاهم فلوس مش عارف ايه كده، احنا عاوزين نقعد في الجو بتاع ان الدنيا زي الزفت وحشه. طيب لو قررنا نركن التفكير ده ونفكر في انه ازاي نبقى زي استوديو عماد الدين، تعالوا نحل التجربه شويه. ايجار قاعات استوديو عماد الدين رخيص جدا، ده مصدر دخل. استوديو عماد الدين كمان بيستقبل ورش، ممكن ياخد منها نسبه. استوديو عماد الدين ممكن يعمل تعاقد مع حد. استوديو عماد الدين عندهم اشتراكات سنويه، اشتراك ب 200 جنيه، والاشتراك ده في حد ذاته ما بيديكش حاجات كتيره، ده بيديك الامكانيه ان انت تحجز في نفس المكان بس. بس بالمناسبه انا اشتراكي عامله يجي من 10 سنين وكان رقمي 1200 وحاجه. تخيلوا من 10 سنين لحد دلوقتي كام الف شخص بيدفعوا 200 جنيه، مبلغ قليل قوي اول كل سنه، بس كام الف شخص. اهو دي طريقه برضه، اهو نموذج مصري اصيل جدا واسمه استوديو عماد الدين وفي شارع عماد الدين. مش حاجه اجنبي زي كينيدي سنتر ولا التضخيم بتاعها ولا حاجات عملاقه واجنبيه. نفكر بقى مع بعض، اظن ان احنا نقدر نعمله صح كده. الامان والاستقرار اللي بيقدمه تنويع مصادر الدخل هو رفاهيه حقيقي من حقنا كلنا نستمتع بيها، لانه كعاملين في المجالات بتاعه التنميه مهم جدا ان احنا نستمر. وعشان كده مهم نستكشف ايه مصادر قوتنا، ايه عندنا ممكن نستخدمه وننوع بيه مصادر دخلنا، على الاقل يبقى عندنا مصدرين 3 دخل، مش بس منح، مش بس تعاقدات. تنويع مصادر الدخل طول عمره ضرورة. الزهر لو ما كانش مستقر ما كانش هيبقى مبسوط ومستريح وعلى وشه الابتسامة وهو بيقول لي تعالى نشرب شاي عند قهوة ابو زناد وحجرين شيشة. بالمناسبة شاي وشيشة عند قهوة ابو زناد ب 2 جنيه. استوديو عماد الدين لو ما كانش عندهم استقرار مالي ما كانوش هيقدموا الخدمة الممتازة دي بالسعر الرخيص ده. كينيدي سنتر لو ما كانش عنده الاستقرار ده ما كانش هيقدر يقدم البرامج الضخمة اللي بيقدمها دي. والفكرة دي مش بس عشان تحافظ على الشغل، انما وقت الازمة تقدم حاجة اقوى. المرة الجاية هنتكلم عن الازمات وازاي نشتغل واحنا جواها. قولوا لي بقى في التعليقات ايه الطرق او الافكار اللي فكرتوا فيها عشان تنوعوا مصادر دخلكم.